منتخبنا السوداني في لقاء لا يقبل القسم على اثنين ضد العراق الشقيق. انا عندي احساس شديد ان اللي يفوز بكاس العرب منتخب عربي. هزاري عصيه الله يقلع راسك المتوجه يا اخي، الله يقربك من ذاك قريفته، الله يسامحك يا اخي. لقبنا الاول يا اخي، في مدافع طلع الكره تحت سواله اسيست يا اخي، بالك يا اخي، انا قريفت منك. تخيل يسجل عليه لاعب اسمه ميمي، مع احترامي ليه الشديد، لكن حساباتنا بدت معقده. تخيل الجزائر ليه 5 وعليه 1، السودان لا عليه ولا بيو ولا فيو. السودان ما منتخبنا يا هذا يسجل عليك كل ذاك للسوقه بتاعه اللي انا ما عندي مره ليه بس كده بس كده بس. والله يا اخي حاجه ما حلوه يا اخي، ما حلوه يا اخي. والله هدف يا اخي جاب ليه المرض ما فيش. الله يقلع راسك اللي يلمع فرعان وراسك اللي كانه قر دينا يا اخي. وين الدفاع؟ وين الهجوم؟ وين الوسط؟ ادخل عليه، ادخل عليه يا زول، يا زول مالك ترجع ورا يا زول. لا، لغمنا الثاني، ضربناه بالثاني. حسبي الله عليكم، انا غريفته والله قريفت. انا ما اعلق على المنتخب السوداني خلاص. شوف له هو محمد علي بيقول لكم التاري يا ولد يا ولد بكل اقتدار، خليني اعلق عليكم. انا خلاص، انا خلاص كله براءة يا اخي، مباراة لا لون ولا طعم ولا رايه. ايش هذا؟ الواحد كان بيتعشى هكذا هنا. انا مالي نفسي اتعشى، لا ما كومونيه. بسم الله عليكم يا اخي، والله الواحد ما داعي شنو فرعانين العراقيين من حقهم. عيني انا هسه هوايه